يا مساء الخير. يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى هنعمل النهاردة وصفة لذيذة جدا جدا جدا، ولا أروع من كده، وحاجة خفيفة ومش هنقف في المطبخ كتير. عملنا كتير مع بعض كبدة، ولكن هندخل النهاردة معاها السجق. هنعمل عربية الكبدة اللي بنشم ريحتها من على بعد، بس في البيت وبنظافة البيت نفسه، ومن ايد ماما ست الكل اللي هتعملها لكل الولاد في البيت، وهيشبعوا وهياكلوا وهيقولوا الله على الجمال، وريحتها هتجيب آخر الدنيا. شايفين؟ ولا اروع من كده. نخش. هنعمل ايه الاول؟ انا معايا هنا الهون مقشره توم زي ما انتم شايفين كده، راس توم كبيره انا مقشراها، وفلفل رومي وقرنين فلفل حار. بصوا، ده فلفل حار وده فلفل رومي، يعني واخده قرنين حار وقرن كبير رومي. وهبتدي كده احطهم في الهون. هنعمل لها بقى ايه؟ دقه. دي الدقه اللي ريحتها بتجيب اخر الدنيا. هنحط معلقه ملح اهو زي ما انتم شايفين كده. الملح برضو مسألة نسبية ليكي، ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون. حطينا ملح كمون كزبرة سوري اهو. وهبتدي ادقه وانعمه كويس جدا. حلو كده. بصوا تعالوا معايا هنا بقى، بصوا انا نعمته ازاي، دقيته كويس جدا اهو. هضيف للتتبيلة دي ايه؟ هضيف للتتبيلة ديت هريسة شطة اهي. دي هريسة شطة. هاخد معلقة واضح كده. هاخد معلقة على الدقة اللي أنا عملتها، اللي هي عبارة عن توم وفلفل والبهارات بتاعتنا اللي حطيناها، ومعايا طماطمية مبشورة، طماطمية واحدة بس. هحطها برضو في الهون على التتبيلة اللي أنا عملتها أو الدقة اللي أنا عملتها، وهنقلبها ببعض. وكده تمام التمام. هنعمل أحلى حبة سجق وأحلى حبة كبدة النهاردة. بصوا، أنا قلبتها كده كويس في بعض أهو. وهنقول بقى ايه احنا هنشتغل ازاي وفي ايه. طبعا انا معايا هنا ايه؟ معايا فلفل اهو، فلفل رومي مخرطة التخريطة دي. وهوريكم معايا فلفل سبايسي حار يعني قرنين. ودوت مش فلفل الوان، ده فلفل رومي بس احمر، ومعايا قرن انا مخليه لكم اهو عشان اوريكم ان دوت رومي بس احمر. بلاقيه كده في وسط الفلفل. انا هبتدي كده افتحه وانزل البذر بتاعه، واوريكم ان انا بخرطه بكل سهولة. بس انزل البذر بتاعه كده. الفلفل طبعا بيعمل قلبان في الكلام ده كله. بصوا انا نضفته كده، فتحته ونضفته، وهبتدي بالسكينه اخرطه التخريطه الرفيعه دي اهو، بالعرض كده. بصوا، دي الطريقه اللي انا خرطت بيها الفلفل الرومي الاخضر اللي قدامكم في الطبق اهو. وطبعا انا عايزه اخرط اهو بصوا، عايزه اخرط قرن الفلفل الحار ده برضو يديني نفس الطولي اللي هو بتاع طريقه الفلفل الرومي. بصوا انا اللي انا مقطعاه في الطبق هقطعته بالطريقه دي، ان انا هفتحه اتنين كده اهو. بصوا، وهبتدي اقطعه كده بس. كده انا اوريكم اللي في الطبق دوت اتخرط ازاي. نحطه بقى ايه مع الفلفل، يعني دوت كده مش فلفل الوان، انا اوريكم ان دوت فلفل رومي بس احمر. نشيل الفلانشة كده ونشوف بقى احنا اول حاجه هنشتغل فيها ايه. هنشتغل في الحاجتين مع بعض. تعالوا اوريكم الكبده. بصوا الكبده متقطعة كده، أنا عايزة أوضح لكم التقطيعة شرايط كده. شايفين؟ أهي رفيعة جدا، وده المطلوب في الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة. هشتغل في وقت واحد. أنا حطيت طاسة على النار، كمية الزيت اللي أنا حطيت لها للسجق قليلة. ليه؟ لأن السجق بينزل دهون. ده الزيت سخن معايا فهنزل بالسجق. ولو تاخدوا بالكم أنا حاطة الطاسة التانية على النار، بس مزودة نسبة الزيت شوية. ده انا حطيت السجق، واحنا عارفين ان السجق بينزل مواد دهنيه كتير، وفي تتبيلته وكل حاجه، يعني انا يمكن احط له ملح ويمكن ما احطلوش كمان. وكده هبتدي هنا الزيت سخن، هنزل بالكبده في نفس الوقت. انا هشتغل في الطاستين في نفس الوقت، السجق والكبده. وهنبتدي نقلب كده اهو. شايفين؟ يا رب يكون الموضوع واضح بالنسبه لكم. احنا عارفين كمان ان السجق ليه ريحه كده مميزه. اول ما بتبتدي تشتغل في السجق في البيت ليه ريحه مميزه، حتى وهو ني ليه ريحه محبوبه ومميزه بتشدك كده.
نقلب كويس جدا كده. يلا بقى هنعمل عربية السجق في البيت. عارفين عربية السجق والكبدة؟ هننقلها في البيت بس بطريقة نظيفة جدا ومن ايد ماما، وياكلوا بثقة. نقلب كده. مش هنخلي حاجة احنا لما نعملها في البيت. مش عارفة الناس بكرة في الشارع هتشتغل هتبيع ايه بالظبط. نقلب كويس جدا كده. بس هنقول ايه، ربنا بيحلل اللقمة برضو بتاعت بره عشان الناس ترزق. نقلب كده. شايفين السجق لونه بيغير اهو. بقلب هنا شوية وهنا شوية، والوصفتين هيطلعوا في وقت واحد. شايفين السجق كده دخل في السوا. هبتدي انزل مقطعة بصل جوليين كده اهو. نزلت اهو. هقلب كويس. مش هحط بصل على الكبدة. احنا عارفين ان البصل برضو بياخد وقت، فهو اول حاجة انا نزلت فيها بعد السجق ما خد وقته ودخل يمكن في 50% سوا اهو. بصوا كبدة بسم الله ما شاء الله ابتدت كده ايه معايا تمام التمام. الروايح هنا بقى ايه، حطيت على الكبدة معلقة كزبرة ناشفة. بتعشق الكبدة الكزبرة الناشفة. انا حطيت في الثوم وانا بدقه، او في الدقة اللي انا عملتها، بس انا حسيت ان انا عايزة احط كزبرة تاني. هبتدي بقى انزل بالدقة اللي انا عملتها كلها في الهون كلها اهو. جربي الدقة دي، عظيمة وجميلة. وانا يمكن برضو عملتها على القناة قبل كده في كبدة الفراخ لما عملتها بالكبد والقوانص. بصوا بس يمكن زودت خل وزودت ليمون وزيت. ارجعوا للفيديو وانتوا هتشوفوه. نقلب هنا وهنا اهو. بصوا قلب كويس كده عشان البصلة تبتدي تستوي معايا اكتر اهو. يعني شوية بقلب في السجق. بصوا ما اجيب لكم كبدة شايفين اللون، لكن مش شامين الريحة. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. رجعها على النار تاني. بصوا بقى السجق شايفين اهو. بقربه لكم. شايفين البصلة ابتدت تدبل معايا. هنقلب كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي انزل بالفلفل اللي هو الحار والرومي. انا مش هحط حار على الكبدة لان هي التتبيلة او الدقة اللي انا عاملاها كلها فيها فلفل حار، او فيها بعض من الفلفل الحار مع الرومي. انا هنا نزلت بفلفل رومي والفلفل الحار اللي انا وريته لكم، خدت جزء من الفلفل الرومي نزلته على الكبده. وهقلب كويس كده اهو. الريحه عظيمه بجد، مشهيه جدا. اقلب كويس كده. شوفوا ما دخلناش في الموضوع اي حاجه ولا اي ميه. وبرضه هرجع اقول الكبده ما بتتغسلش، كل مره هقول الكبده ما بتتغسلش. ونقلب بقى الكبده كده بتاعتنا. انا عايزه الفلفل لونه يبقى حي، يعني شكله كده حي، وفي الجرشه بتاعته في الاكل كده. هندبله هيبقى المنظر بهتان ودبلان وملوش لازمه. شايفين الالوان اللي على السجق؟ بص اجيب لكم الكبده تاني. شايفين؟ والريحه جميله جدا بجد يعني اهو. بصوا نقلب كده بقى في السجق. احنا كده بيعتبر شبه خلصنا. بصوا نقلب كده. لازم بقى الفلفل معانا كده يبقى الوانه كده زاهيه، حاجة بتشد. احنا قلنا دايما ان العين بتاكل قبل البق. بصوا اهو. تغيير كده. احنا عملنا تغيير النهاردة في الاكل وما وقفناش وقت كبير، وما خدتش مننا مجهود. وكل ولادنا بيحبوا الاكلات دي وبيجروا بره عليها، فليه احنا بنعملها في البيت وكل الاولاد بيجروا على الاكل دوت بره؟ طب وعلى ايه؟ طب ما احنا نعمل بطريقتنا في البيت واروع من اي حاجة هنعملها بره. كده انا بعتبر خلصت. بصوا ما شاء الله شايفين الالوان بتاعت الفلفل حيه ازاي وناضجه ازاي. كده انا خلصت. تعالوا بقى. انا اول حاجه نزلتها جبتها قدامكم هنا على الرخامه. الكبده نزلت عليها بعصره ليمون. نزلت بنص وادي التاني. نزلنا الكبده لازم بقى ينزل عليها الليمون. ده الشغل التمام. شيل بس في بذره هي وقعت مني. وادي التانية اهو. بصوا ما شاء الله الريحه ولا اروع من كده. تعالوا بقى نشوف طاسه السجق. بصوا شايفين الالوانات الجميله؟ ما شاء الله. بصوا حاجه جميله جدا. نشوف بقى احنا هنعمل ايه. طبعا احنا حضرنا العيش الفينو. انا فتحته اهو.
عارفين انتوا الصوص بتاع الكبده دوت؟ بصوا انا فتحت السندوتشات ازاي. الصوص بتاع الكبده اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده، وعملت طحينه طبعا. الصوص بتاع الكبده دوت، عارفين احنا العيش فين بيبقى عامل زي القطن بالظبط لما نحطه في ميه، شوف بيشربها ازاي. كذلك اللقمه الفينو لما تحطيها كده في الصوص ده، بتحسيها ان هي ب... بتسقسقه كده بتملاه، تاكلي لقمه كده مليانه من الصوص نفسه. ببتدي انا كده، خدت رغيف حطيت فيه طحينه، بطنته بالطحينه، واحط عليه كبده اهو. نعمل سندوتشين مع بعض. ادي سندوتش الكبده، بطنت طبعا السندوتش بطحينه، وهحط عليه طحينه، ودي حريه، ممكن محدش يحب الطحينه على السندوتش، فانا مش هعمل كده، بس انا بوريكم اللي ممكن نعمله ايه. وبخلي طبعا الطحينه خارجيه بره. برضه هبطن الرغيف بتاع السجق بطحينه، وهبتدي احط السجق. شايفين الالوانات الجميله؟ قمر. لو عجبتك الوصفه لايك وشير وسبسكرايب، وما تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبتمنى ان الوصفه تكون خفيفه وظريفه، وان شاء الله بألف هنا مقدما ان شاء الله للي جربها. بصوا، ادي الساندوتش، عملت كده ساندوتشين. تعالوا بقى نشوف هنا احنا ايه ممكن نقدمه مع السندوتشات بتاعتنا. يعني انا كده عملت سندوتشين. بصوا، شايفين؟ انا عايزه اوريكم الصوص اللي باللقمه الفينو كده. بصوا تشفطوا شفط. وممكن برضو عيش بلدي، بس اكيد ده طعم وده طعم تاني يختلف، لكن الاتنين شغالين. بصوا، تعالوا اوريكم برضو الصوص بتاع السجق. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه ولا اروع من كده. حاجه مشهيه، والريحه فعلا قلبت الدنيا كلها. بصوا، رائع، بجد رائع. كده انا جهزت كمية سندوتشات اوريها لكم، سجق وكبدة، وحاجة جميلة جدا وخفيفة جدا ومخدتش مننا وقت. آه بتمنى تكون عجبتكم، وبتمنى اسمع ايه رأيكم او اشوف ايه رأيكم. وهنيا مقدما ان شاء الله للي جرب الوصفة. شيف لولا، اشوفكم على كل خير. واحب اقول السندوتشات دي لازم معاها الجرجير، والبياع الشاطر بره او المحل الشاطر اللي يحط لك بقى الجرجير ومعاه قرن فلفل اخضر، ده الشغل العالي اللي يحط لك فيه الطبق الجرجير. دمتم في حفظ الله بأمن. شيف لولا، باي باي.